السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بشكر كل اللي سأل على بلاطونة، هي كويسة وبخير والحمد لله. والله اتصلت بيها ووصلتها سلامكم كلكم وباسما باسم. هي ان شاء الله قريب جدا هتيجي عندنا وهتقعد معانا كام يوم وهتكلمكم وهتظهر بفيديوهات، بس هي لسه ما عملتش قناة حاليا ولسه ما بتفكرش في موضوع القناة، فربنا يسهل كده. احنا هنحاول نقنعها ان هي تعمل قناة عشان الناس اللي بتحبها دي. يعني انا النهارده قلت لها والله يا ابله فاتن يعني الناس مش مبطله سؤال عليكي عندي اول ما شافوكي، وان شاء الله هتظهر لكم قريب. بس هي بس في حاجه شويه حاجات كده بتعملها هتخلصها وهتيجي تقعد يومين. اللي بيسال انا قريبتها، انا اختي تبقى مرات اخوها، وفي نفس الوقت انا اللي مربياني مامتها الله يرحمها. فاحنا من زمان واحنا عيال قد كده واحنا طالعين مع عند ابله فاتن في بيتها، وهم ناس قمه الاحترام وهي بخير، ويا بخت اللي عنده اخوات زي اخوات ابله فاتن يعني. هم ظهرها فعلا. فان شاء الله هتكون معانا قريب وهطمنكم عليها بنفسها. تعالوا بقى النهارده كده، كل عمال يقول بسكوت جعفر العمده بيكسب بالخمسه وبالعشره وبالعشرين، فقلت كده اما اجيب علبه اعمل تحدي لاولادي واشوف ايه فعلا بيكسب ولا ما بيكسبش. تعالي يا رودينا، هتختاري يمين ولا شمال؟ يمين سلموا طبعا على طبعينكم. ازيكم يا حبايبي؟ انا هختار الشمال. هتختاري هي كده؟ ماشي. اول واحد بتاع رودينا، بسم الله الرحمن الرحيم. هي رودينا كانت عايزه تنقي بس انا قلت لها لا مش هننقي، ما كسبتش حاجه فيه، طالع زي ما انتم شايفين كده اللي هي العملات اللي بتبقى بالورق دي اللعبه. ادي اول واحد بتاع رودينا، وانت يا يوسف الناحيه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. توقع ايه؟ ما كسبش برضو ما كسبش زي ما هو. العملات اللي هي الورقيه دي عايزه اوريها لكم، لفينها كده العملات اللعبه دي طلع له فيها اتنين. انت يا رودينا كده؟ لا كده. لا، ما انت خلاص اخترتي الجنب ده ويوسف من الجنب ده. لا ما هتختاري انهي؟ ده ماشي بالتدريج. ماشي. برضو ما كسبتيش، شكله كده هيطلع الحوار فيستك. وانت يا يوسف ده، يوسف ابن قنوع والله العظيم، يوسف ابن قنوع. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طول ما بكسبش بجيبه ما بكسبش. برضو ما كسبتش، برضو عملات ورقيه. ابو يوسف بقى. يمين ولا شمال؟ انهي واحد؟ النص. رودينا هتختاري انهي؟ ده. ماشي. مصطفى بيغششهم من ورا الكاميرا. عادي ممكن اجيب الكاميرا عليك. اجيب الكاميرا عليك عادي. عادي يا عم، يظهر عمي. برضو ما كسبتيش. انت يا يوسف انهي عايز انهي واحده؟ دي ماشي حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. واثق ان انا ما كسبتش. ما كسبتش والله واثق. ما انت كل شويه تقولي كسبت يا ماما كسبت يا ماما. انا بقى. اختاري بقى انا انت. ماشي. مصطفى هو عايز يختار، هتختار انهي يا مصطفى؟ اخيرا شعره بان. لا هتفتح لك، انا اخترت بالتدريج. هفتح لك عشان اوريها في الكاميرا. انا اخترت بالتدريج، مره كسبت 5. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى ما كسبتش. انت بقى. يا انا بسم الله اخد عشوائي كده، يعني ممكن اخد دي. انا عارفه حظي والله الحمد لله. انا عاوزه حد يقول لك ما كسبتش. هي شكلها العلبه كلها، ما اشمعنى العلبه الاولانيه؟ هم جابوا علبه قبل دي وفتحوها ما صبروش ان نعمل معاهم التحدي، فجابوا علبه قبل دي. انا اللي اخترت. علبه قبل دي، فكانوا كسبوا فيها 15 جنيه فعلا، يعني كل باكو كسبوا فيه 15 جنيه. وانت برضه ما كسبتيش. وانت يوسف انهي واحد؟ بس انا بقى هيكسب. طب يوسف انهي واحد؟ بابا ما كسبش. انهي واحد؟ ده؟ ما انا كنت بكسب 10. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. العلبه دي شكلها كلها فاضيه. دي انتوا مش اخر استعجلتوا علبه. وفتحتوا العلبه الثانيه اللي كان فيها فلوس. دي مش اخر علبه. ما كسبتش يا يوسف. اخر واحد ده بقى بتاع رودينا، هو المفروض بتاعنا بس يلا. كده ما كسبتش. طبعا العلبه جبناها بكام يا مصطفى؟ 24. جبنا العلبه ب 24 جنيه على اساس ان هي بتكسب فلوس. الصراحه بامان عشان يبقى الواحد مصداقيه، احنا جبنا علبتين، فتحنا واحده
كسبنا فيها 15 جنيه، يعني طلع 3 بكاوي وفيهم مكسب. يلا ندور بسكوت. لكن العلبه دي ما كسبناش فيها حاجه، كلها زي ما انتم شايفين كده كلها عملات ورقيه اللي هي اللعبه اللي هي دي، ما كسبناش فيها حاجه. لكن فعلا رودينا كسبت في العلبه الثانيه 15 جنيه. وانا شايفه ان حجم البسكوت ما يستاهلش المبلغ ان هو 3 جنيه. ادي البسكوته، تعالى ادي البسكوته زي ما انتم شايفين كده، ما تستاهلش بسكوته مفرغه عادي، عامله زي الكاراتيه اللي هو البوزو بتاع زمان ده، بس اللي هي ايه حجمها الحجم اللي انتم شايفينه ده. فما تستاهلش طبعا العيل يجيبها ب 3 جنيه على اساس هو العيل فرحان بالمكسب. فقلت لها يا رودينا لو طلع فعلا بيكسب هجيبها لكم تاني، بس هي فعلا مصداقيه. العلبه اللي قبل دي كسبنا فيها 15 جنيه عشان حرام يعني، فهم حظهم بقى عشان يطلعوا قدام الكاميرا ما يكسبوش كده. وده كان تحدي بسيط كده، تجربه بسيطه قلنا نقولها مع بعضنا، ان عشان كل شويه هاتي يا ماما نجيب بسكوت جعفر العمده، هاتي نجيب عشان بكسب. لا طبعا مش كل البسكوت بيكسب. ادي علبه كامله مش ناقص منها ولا واحده، ما فيهاش ولا باريزه. واشوفكم على خير، ويا رب كده نكون فيديو كان خفيف على قلبكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وقولوا لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنونا الفيديو الجاي مع تونه ان شاء الله. سلام.